اللي في الفيديو اللي قدامك ده مشجع الزملكاوي اللي سافر من ألمانيا للمغرب مخصوص عشان يشجع فريق الوداد قدام الأهلي في نهائي أفريقيا. تعال نتفرج كده هو كان بيعمل ايه بالظبط. 4-0 مفيش حكام بتوع مصر، مفيش اتحاد كورة، ربنا مع وداد. ايه يا عم اللي انت عامله ده كله؟ وايه الاناشيد دي كلها؟ وايه اللي جايبك من ألمانيا لحد المغرب؟ على ايه ده كله؟ ايه اللي يخليك تعمل كل ده؟ ما تقول لنا كده انت جاي ده كله ليه؟ من رابطة المشجع محبي الزمالك في ألمانيا عشان نشجع أخونا، طبعا الوداد أخونا، عشان هو أخونا في الظلم اللي بيحصل على الزمالك من الأهلي طول عمره. قلت لي بقى يعني انت جاي من ألمانيا لحد المغرب عشان تدور على مرهم قنبلة التسلخات؟ الاهلي عملها فيك يا تغف وخد بطولة افريقيا. اتفرج بقى على لعيبة الاهلي عملوه فيه. الموضوع ما وقفش عند كده، كمل فرجة. اتصور اللي هزقني، انا عايز اصوره. هو ده ايه يا اسطى؟ صور اللي هزقني دي هتاخدها ذكرى للتهزيق يعني؟ وبعدين ما تقول لي كده هو هزاك قال لك ايه يا اخي؟ حتى لو كده نجيب لك حقك. لا والله هو قال لك كده؟ لا قال لك كده؟ لا يبقى الصراحة الواد اوفا معاه حق. جدع عادي يا اوفا، رجولة، قلت الحقيقة. شريف انا عايز بياناته يا فندم. يا فندم انا عايز بيانات الشخص اللي هزقني. اديتي الكوميسارية. ماشي يا فندم انا عايز بيانات الشخص اللي هزاني يا فندم، عشان كده يا فندم لازم تقول لي اسمه عشان اعمل ضده بيان. يا سيد ايه يا سيد؟ هو ده كمان مرتضى وابنه يا سيد؟ بالراحة يا عم على الخلق، بالراحة على العالم. ما كفاية اللي اوفا عامله فيه، كفاية اللي مصطفى شبير عامله فيه، هيبقى انت واوفا عليه؟ بالراحة يا سيد. يا خطيب نادي الكام ولادك بيعملوا ايه يا خطيب؟ يا خطيب ايه ياض؟ هو الخطيب ده كان بيلعب لك في الشارع بتقول له يا خطيب كده من غير لا كابتن ولا جنرال ولا خطيب ايه ياض؟ خطيب ايه؟ انا بقولها دلوقتي، طلبت ان ابن احمد شوبير يعتذر لي عشان الاهانه اللي اهانها لي، ما اعتذرش. يا عم يعتذر لك عن ايه؟ هو ما قالش حاجه، الراجل قال اللي شايفه، ومش هو لوحده شايفه، كلنا شايفين ان الواد قال كلام حقيقي وكلام صحيح. انت بتنكر ليه ان انت كده؟ النادي ده ما عندوش قيم ولا مبادئ عشان يسمع ان لعيب يشتم واحد في سن ابوه ويتلم 20 لعيب على واحد بس. انا ما كلمتش اي حد فيهم. يا جماعة بقى ما كلمتش اي حد فيهم؟ يلا ده انت جاي من المانيا لحد المغرب عشان ترخم على بعثة الاهلي، ما كلمتش اي حد فيهم؟ ده انت جاي لهم تستقبلهم في المطار مخصوص عشان تغلس عليهم، وزعلان ومقموص قوي ان هم طرقعوا لك بعد ما خدوا البطولة، طرقعوا لك في الملعب وبره الملعب. لا النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ، واولاده متربيين ومتعلمين ان اللي يقل ادبه عليهم او يغلط فيهم يدوله بالبلغة.